فيفا راح تختطف كما خطفت منا نحن الكاف، ومن خطف الكاف وراءها المخزن الذي كان هو نعتبره دمية في ايادي، والسبب اللي ما خلاش لقجع يروح يستقبل موتسيبي هو النهائي تاع السنغال والمغرب. 99.99% كلهم يعني ينادون بتغيير وليد صادي. لازم وليد صادي يتنحى لأنه الفساد موجود بشكل كبير جدا. على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أن تستقيل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخوتي المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبدا ونخليكم تسمعوا الاعلام ديال العالم الاخر في هذا الموضوع اللي مهم، لانه الانتخابات ديال فيفا غادي تكون في العاصمه ديال المملكه المغربيه، وهنا الصدمه ديالهم غادي تكون كبيره، واليوم خارجين كيتكلموا وكانه القجع هو الذي يسيطر على الفيفا وعلى الكاف. وهذا جميع الجماهير الجزائريه على لسان واحد، 99.99% كلهم يعني ينادون بتغيير وليد صادي والمجيء بكفاءة، المجيء بشخص يعرف خبايا المنتخب، خبايا كرة القدم. حاليا كي تدخل السوشيال ميديا تلقى كل الناس تتكلم على أنه لازم وليد صادي يتنحى، على أنه هناك مشاكل في الاتحادية الجزائرية، ولكن مازال ما شفتش لحد الساعة الناس يتكلموا أنه لازم مش وليد صادي فقط يتنحى، لازم يتنحى بيتكوفيتش، وليد صادي والأعضاء الموجودين داخل الاتحادية الجزائرية، لأنه الفساد موجود بشكل كبير جدا. أولوية الأولويات في هذا الأسبوع يجب على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أن تستقيل. والله أقسم بالله، وتجيب أنشيلوتي، وتجيب واش والله الجوان تاع الأرجنتين انترينور سكالوني، ديروا الجوان تاع أنشيلوتي وتجيبوا اليوم يشتغل اليوم في المنتخب الوطني، أقسم بالله ما ينجح. لأن المشكل أعمق، المشكل في التسيير. دخلوا الفلوس في كرة القدم الجزائرية، ولما يدخلوا الفلوس صعب الناس تركز في الفلوس وتنسى التطوير وتنسى الانتماء وتنسى أمور كثيرة للأسف. وكي نتكلم هكذا بصفة عامة، كرة القدم في النوادي نفس الفكر، وفي المنتخبات نفس الفكر. لي انستيتيوشن كامل تاع يجيروا الفوتبول في الجزائر اليوم طرو دارجون في الفوتبول الجزائري. كي كثروا الدراهم وكثروا الفلوس، الناس ولات تركز في الفلوس اكثر من العمل. لو كان خديت الفلوس وعملت نقول لك شابو، معليش يا سيدي اعمل برك. الناس خلاص يمشوا البيرو فيدرال يمشي عين اللجنه، واللجنه هذيك هي اللي تشتغل مع المدرب. في قلب الاعصار كره القدم رهينه لرؤوس الاموال. دعنا فقط ياسين قبل ان تحول الى جمال مسعودان، انت ذكرت الاتحاد الافريقي لكره القدم في البدايه. اين الاتحاد الافريقي لكره القدم ياسين من كل هذا؟ لا قبل هذا القرار ولا بعده. اكتفى رئيس الكاف بالقول اننا سندرس هذه القضيه، لكن الاتحادات الاخرى كالاتحاد الاوروبي يعني اخذت موقفا ورأت ان الامر لا يخدم بتاتا كره القدم. شوف، انا نتذكر سي مسعود، انت كذلك تذكر كنا واحد الوقت رحمه الله وتوفى عيسى حياته، البعض كان يقول لك فاسد ويعني هناك فساد. والله موتسيبي ما شاهدناه في السنوات القليله الاخيره يعني نقطة مما كنا نشاهد. عيسى حياته لم يكن بهذه الطريقة، الكاف لم يكن رهينة لأي بلد لأي اتحادية. أول شيء على الصعيد القراري نعرف جميعا أنه الكاف أضحت رهينة لنظام المخزن، يعني يتصرف به. وأنا هناك نقطة، حتى موتسيبي شاهدته سواء في كأس إفريقيا السيدات أو اجتماع المكتب التنفيذي، تصور يصل إلى البلد اللي يتوجه له، لا يجد رئيس الاتحاد اللي راه راهن الكاف اللي نتكلموه هو فوزي القجع حتى على راس مستقبله، يبعثوا له مجرد موظف. يعني اساء لكرامته لشخصه واساء للاتحاد الافريقي اللي راه رهينه لنظام المخزن. تتصور انه شخص مثل موتسيبي بشخصيته حول الكاف رهينه لنظام المخزن راح يتكلم ولا يكون عنده موقف. انا اعتقد انه الكاف موتسيبي ضروره حتميه. اتحادات الافريقيه او راح انا توقعاتي انه نفس السيناريو اللي حدث لانفانتينو راح يحدث لموتسيبي، لانه كل الفريقات ذاقوا ذرعا بالاتحاد الافريقي في عهده. دعني اطرح هذا السؤال على جمال مسعودان، تعتقد ان ما حدث على مستوى الفيفا سيفتح المجال لمحاسبه الاتحاد الافريقي لكره القدم، فتح ملفات الفساد الخاصه بالاتحاد الافريقي لكره القدم، عصابه الاتحاد الافريقي لكره القدم، كل هذا؟ شوف، اولا سؤالك على انفانتينو، احنا نرجع منذ مجيء انفانتينو اظهر الشيء اللي ظهره انه يحب الملوك
ويحب أصحاب المال وأصحاب النفوذ. والرؤساء بطبيعة الحال كان دائما وأبدا الشيء اللي ما كانش من قبل تاع كسوسوا بلاتير ولا بالونس ولا ما كانوش كيروحوا للدول يكتفيوا بوزاره الرياضه او برئيس فيدراليه يخدموا خدمتهم ويروحوا. هذا دائما وابدا كان عنده هذا النرجسيه انه لازم صورته تظهر. بدا بتاسيس الفيفا وبغى نهايتها انه يخصخصها. سيتادير سا كومونسي بار لا بوليتيزاسيون بغى يكملها بلا بريفاتيزاسيون تاع الامور. انفانتينو كي نقول التسيس، شوف انت نعطيك مثلا انا نوافقك قال في مواقفك كرئيس رئيس الفيفا، انت قلت لي هل كاين ربط بينه وبين مش لانه لاحظنا رد فعل الكاف كان لا تقريبا منعدما. الكاف من اتى بموتسيبي؟ من اتى بموتسيبي؟ اتى به انفانتينو. وانفانتينو اي حاجه بغاها من الكاف التي عجز عن تطبيقها فيما قبل سبق هو وغيرهم. نعطي مثال انك ترجع الكاس الافريقيه كل 4 سنوات. جراو ما جراو مع حياته كما تكلم عليه ياسين، جراو مع حياته ولكن لم يحققوا. تعتقد انه هذا سيفتح ملفات الفساد على مستوى الاتحاد الافريقي لكره القدم؟ انا قلت لاننا في كل مره نتحدث عن عصابه الكاف عندك وعلاقتها اذا تفتحت دوك الفيفا باش نعرفوا باش يعرف الجمهور على ان مقرها في سويسرا. تخطفت هذا الفيفا راح تختطف كما خطفت منا نحن الكاف، ومن خطف الكاف وراءها المخزن الذي كان هو نعتبره دميه في ايادي. والسبب اللي ما خلاش لقجع يروح يستقبل موتسيبي هو النهائي تاع السنغال والمغرب. معروفه جدا. هذا الانسان بالنسبه لنا بالمسمو هذا في خدمه مصالح اقتصاديه لجماعات نفوذ عالميه من خلالها يدافع عن مصالحه، ولكن تصدى له بور لانستون الاتحاد الاوروبي. انا الكاف ارى انها اذا سقط انفانتينو سيسقط موتسيبي لا محاله. الانتخابات في مارس المقبل وكان سيترشح لعهده اخرى على راس الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا. تكلم على انفانتينو. نعم. انا نتفق تماما مع جمال مسعودان لما قال بخصوص موتسيبي انه اذا سقط انفانتينو يسقط موتسيبي شيء الاكيد. اما وضعيه انفانتينو انا نشوف انه حتى وعلاقته مقربه مع الرئيس الامريكي مثلا، لو شاف انه هذه العلاقه مفيده له وتقدر تنجيه من المقصله لما تراجع عن القرار. لا يمكن اغفال الضغط تاع اكبر اتحاد قاري وهو الاتحاد الاوروبي، الى جانب اتحادات اخرى مهمه، اتحاديه امريكا الجنوبيه والكونكاكاف، يعني اتحاديات مهمه. اعتقد انه انفانتينو يعني بدا يكتب النهايه تاعو. شخصيا ارى انه في مارس ممكن أنه سيفشل في كسب عهدة جديدة على رأس الاتحاد الدولي، لأنك عاديت أغلبية الفاعلين الرياضيين. أوكي الجانب السياسي مهم ولا يمكن إغفاله، لكن أنت اللي حينتخبوا عليك هما أعضاء والاتحادات القارية. ثواني أنك تكلمت استعملت عبارة زلزال فيما ما يحدث في الفيفا. أنا نقول لك الزلزال إذا حدث فعلا في الفيفا وتكون عواقبه في مارس، الهزات ستكون على الكاف. هناك